بعد ما أبوي عمر لسه ما كملنا بيتنا صارت ضربة رأس العين. لما صارت ضربة رأس العين طلعنا هجينا يعني على بيت صديقه وهاي على أساس كم يوم ونرجع. هين إحنا طلعنا بلباسنا طبعاً. جاء يوم من الأيام ونسمع إنه شي 15 يوم بعد الضربة، وإنه نسمع إنه لبت النار بيوت أهلي، يعني إنه حرقوا الحطب، حرقوا البيوت، ضربوا قذيفة بغرفة الشهيد، وخربوا اللي خربوه وسرقوا اللي سرقوه وحرقوا بالباقي. حاولوا يدوروا لنا بيت وهاي ما لقوا، لأنه كان بيه ضغط والأمور مكركبة والآجار غاليات، ما لقوا لنا بيت. فظلينا بهذه المدرسة فترة سنة تقريبا، وإنه ما لنا مكان نروح عليه. فتقدم لي ابن عمي. طبعا هين ابن عمي ما يملك ولا ليرة ولا أبدا، شغله باليوم 3000 ليرة وقتها. المهم أبوي قدم لي تقريبا مثل ما نقول هدية لابن عمي، السترة، وبسبب الحرب تجوزنا أنا وابن عمي، ما بمكان نروح عليه. طبعا وقتها اشتريت يمكن ثوبين، مو أكثر ولا أقل. 28 يوم بزرقان. طبعا ساكنين عند بيت حبابتي، لأنه حتى عند بيت أهله ما بمكان. بعدها أنه خلص ضاقت بينا الحياة، يعني مصروف ما بي والوضع صعب، لباس مثل الخلق ما عندنا. طلعنا على تركيا. طلعنا على تركيا يمكن شهر ما كملنا، وكنت حامل ببنتي جديد، لسه 10 أيام أعرف أنه حالي حامل، يعني أقل من 10 أيام. إيه. طبعا مبسوط زوجي بي، وهاي أنه إيش تشتهين وإيش حابة وهاي من الحكي، وحام ومرضانة ومتسطحة نايمة تقريبا. دفشة الباب صارت علي. اندفش الباب، وإنه 3 من التراك شايلين سلاحهم بإيدهم، نادوا لي باسمي نجلة نجلة. قلت لهم إنه إيه. طلبوا مني قالوا لي كملك. عرفت إنه هوية يعني بالتركي. أنا كان عندي وصل بالبيت، بس أنا ما حبيت أطالع على الوصل، لأنه عرفت إنه ليش جايين هم. لأنه أنا قبلها بيومين سمعانة إنه فلان من الناس واللي هو فساد بتركيا اسمه عواد حميد، هو اللي عرف وحاكي إنه أنا بالمرور. قلت إنه خلاص إنه علي السلامة، توقعت إنه هالشيء هذا يصير. على هذا الأساس أنا ما أعطيتهم الهوية. أخذوني على مركزهم، حطوني بالنظارة لمدة 3 أيام، ما أعرف عن حدا شيء برا ولا حدا يعرف عني شيء جوا. طبعا كان النظارة كانت تحت المركز، ضوء الشمس ما أشوفه، بس أسمع إنه الملة يأذن، أذان الملة بالساعة شقد وإيش قاعد يصير برا ما أعرف. بعد 3 أيام اليوم الثالث صارت محكمتي الساعة 12 بالليل. لما صارت محكمتي حكى معي القاضي إيش صار معك، حكيت له شلون جو خذوني وهاي. قام قرأ التقرير اللي جايه، قرأه قدامي وقدام الكل طبعا، إنه نجلاء سليمان شويخ إنه بالمرور ومحاربة بحملة رأس العين ضد الأتراك وشايلة بكسة. قلت له الحكي هذا مو صحيح. على هذا الأساس قال إنه براءة. فأني إيش هين تشجعت بعد ما قال إنه براءة، تشجعت قلت هذا الشخص اللي رفع بي تقرير بدي أرفع عليه دعوة. لما قلت أرفع عليه دعوة، الاستخبارات هذول اللي موجودين هو اللي متعامل معاهم خذوني وقعوني على أوراق. الأوراق أنا ما كنت أعرف إنه شنو هي، أنا فكر إنه خلاص بدي أطلع على البيت لغة تركية. إيه بس إنه وقعت، قالوا لي وقعي، وقعت. ما أنا يلا بدي أطلع، ما أعرف شنو القصة. المهم هنا صارت تقريبا الساعة 1-2 بالليل، ما أعرف جابوني وين، جابوني على بناية تشرين، والبناية هاي لساني ما أعرف شنو الشيء هي. بعدين عرفت إنه هذا مكان تجمع الأجانب، إيه مسمينه غاد اليابانجي. هاي الحكي طبعا كله بإزمير صار. ضليت حطوني بغرفة. لما فوتوني بالغرفة، هنا الغرفة ما بيها ضوء، لسه ما أعرف شنو بالغرفة قدامي، ما أعرف. بضوء بأضوية برا وبشباك، الشباك عرضة هيك يعني. فقعدت على هاي الشباك، لا يمكن غفيت ما غفيت، المهم على بتشي وعلى هاي. ضليت للصبح. لما طلع الضوء الصبح، لما دحق على الغرفة، البندورة الخربانة والعطون الخربان والزيتون الخربان وعلب بالجبن وعلب بالعسل، هاي كله بالقاع. الخبز اليابس، يعني شيء يقرف. والاسفنجة اللي حاطينها يعني الكلاب ما تنام عليها من وساختها والقرف اللي بيها. الحمام مسكر وسخ، شيء مو طبيعي. أنا شفت المنظر بس أستفرغ لأنه وقتها حامل جديد وحامل.
المهم خلوني بهاي الغرفة 15 يوم، لا ضوء ولا شيء، نظافة مثل العالم. يعني حتى الشوربة اللي كانوا يجيبوا لي اياها ما اقدر اكلها من الوسخ اللي كنت اشوفه. بعد ال 15 يوم طالعوني نفوت ونطلع على بعض، لانه مكان جماعة اجانب مو هو سجن نظامي. الصبح وانه يقولون انه ننقلكم على غير مكان، لما قالوا ننقلكم على غير مكان انا هي انقطع املي من الطلعة يعني. جابوني على مكان ثاني، ما عاد اتذكر بالضبط ايش، بس على الاغلب عين تاب، ما عاد اتذكر، على حدود سوريا. جابوني، ضليت زاد بيها فترة، حاول زلمت انه يقضب محامي، فقلت له لا، انه خلص انا فعلا انه قاطعة الامل من الطلعة، انه خلص لا تقضب، دين فوق دين ما راح يمشي الحال. بلشت اطالب بالترحيل. ايه هم بالبداية خيروني بين يا تترحلين يا اما تظلين موجودة باليابنج لحتى حين موعد الولادة، ومن المشفى ناخذك على بيت زوجك بتركيا. قلت لهم تمام. لما بلشت قطعت الامل، انه قلت اظل 9 شهور، مستحيل انه ارضى اظل عندكم 9 شهور، فخلاص بدي اوقع على الترحيل واروح على عند اهلي يعني على سوريا. لما طلبت بالتوقيع طلع حاطيني بقائمة الارهاب. هين قائمة الارهاب انه الطلعة خلاص صارت مستحيلة، يعني حتى ترحيل ما ظل ولا بعد الولادة ياخذوني على بيت زلمتي، هاي خلاص انه قطعت الامل. صار معي عصب مرة، يعني كنت قاعدة حيل تضايقت، ضربت راسي بالحائط. بعد ما ضربت راسي بالحائط شقيت لباسي. لما بعد ما شقيت يمكن دايخة ايش صاير بي ما عاد اعرف. يمكن شايفيني من الكاميرات، جو خذوني نزلوني تحت عند دكتورة نفسانية. لما الدكتورة النفسانية ايش صاير معك شو هاي، طبعا على قد ما كنت ابكي حتى ما كانت تفهم علي ايش كنت اسولف، يعني فعلا انه صار معي انهيار مزبوط بعد ما صحيت على حالي. هي حبت انه تساعد بما انه حامل وهاي. طبعا هي عربية على الاغلب، تحكي عربي كانت. سجلت لي تقرير انه معي مرض نفسي، انه مساعدة بلشي انه يخلوني اوقع الترحيل. بعد هذا التقرير جابوا لي اوراق، انه قالوا لي وقعي على الترحيل، انه بدنا ناخذك على سوريا. المهم اني وقعت على الترحيل، وين ياخذوني وين يجيبوني ما اعرف، ما عندي علم اي شيء. المهم اني اطلع من هين. جابوني بعد ما وقعت ثاني يوم من الصبح، جت سياره الهم خذوني. وين زتوني؟ عند باب الهوى. زتوني عند باب الهوى هين مثل على الباب لجيش الحر. هو طبعا يكون من مأزق افوت بمأزق ثاني. طبعا بهالحاله هاي يعني لحالي، ما حدا معي، يعني حتى مصاري ما كان معي، لحالي، بس انه حافظه رقم زلمتي وابوي بس فقط، بس اللباس اللي علي اللي خذوني بيه من البيت. ضليت كل هالفتره هاي بلباس واحد طبعا. ايه اغسل لباسي وارجع البسه. اجرام بحق الانسانيه، هذول مو بشر اللي يسوون بمره هيك يعني. وما كنت هذاك العمر وما كنت هذاك الوعي. من اول يوم انضربت براس العين كنت اتمنى انه خلاص انه هذول يتبخروا ويطلعوا من حياتنا، انه فورا نرجع. يعني ما كنت من ثانية يوم واحد نطلع برا بيتنا، حتى لو البيت احترق وراحت الاراضي وراحت اي شيء، لو نفرش فراش على الارض وننام بيها، المهم نكون موجودين بالمكان اللي نحن تأقلمنا به وعشنا به. فهي صار 6 سنين يعني، ونتمنى نرجع اليوم وقبل بكره على راس العين. هاي امنية حياتي، امنية كل مرأة وكل طفل وكل شيخ بهذه المنطقة. اذا ما طلع الاحتلال التركي من اراضينا مستحيل نفكر بالرجعة. لو يبنوا لنا قصور براس العين ما رح نرضى بالرجعة. ليش؟ ارهاب، نحن مستحيل نرجع لعند مرتزقة. بكره يبيعونا زاد في سبيل المصاري. طبعا انا بالنسبه لي اطالب بتنفيذ اتفاقيه 10 آذار، وهي عوده المهاجرين الى اراضيهم، طبعا تحت سيطره الاداره الذاتيه، يكون ما بها اي حدا من مرتزقه الاتراك. هذا اللي اتمناه وان شاء الله يعني يتحقق. شلون احنا رح نتقبلهم؟ شلون نرجع راس العين هم لسه موجودين؟ شلون رح نعيش معاهم؟ شلون نقدر نروح نشتري؟ حتى الخبز اللي نشتريه منهم محرم بالنسبه لي على هذا الحكي اللي يحجونه. وبعد بنائهم لمراكزهم فوق قبور الشهداء، فبالنسبه لي ولا لغيري ولا لاهلي ولا لعمامي او كل واحد خسر شهيد مستحيل نرجع ونتاقلم معاهم، مستحيل. وطالب بانسحاب الاتراك ونرجع لأراضينا عايشين حياة كريمة وحرة وما حدا يحكمنا.
من برا. إذا لسه بيها تركي واحد مستحيل أرضى بالرجعة. يتحكمون بينا بطلعتنا بفوتتنا، الكلام اللي نحكيه، حرية جسدية وحرية شخصية أو حرية التعبير عن الرأي رح نكون محرومين منها. رح يكون تعدد زوجات بالكم الهائل بهذيك المناطق، رح يطلقون على كيفهم وينجوزون على كيفهم، يعني رح تنقلب حياتنا نهائيا. يعني هم بالأساس إرهاب، يعني الدين متقبلين هم ورا الدين. لو إنه عن جد إنه متدينين ويعرفون الله أكيد ما رح يبنون مراكزهم فوق المقابر. إذا هذولا ولا هذولا هم مرتزقة يرجعون عايدين للإتراك، تمام؟ فأكيد التصرف اللي مناطق المحتلة تحت سيطرة الإتراك والمناطق الانتقالية السورية أكيد راح يكونوا نفس الشيء ونفس التفكير ونفس الرأي ونفس الخطط اللي ينفذونها، فأكيد راح يكونوا مختلفين عنا نحن مناطقنا الإدارة الذاتية. أتمنى الحرية للقائد عبد الله أوجلان والرحمة لشهدائنا، وإلنا الفخر بهاي الشهداء اللي قدموا أرواحهم في سبيل الوطن. وأتمنى ومصرة على هاي الأمنية وإن شاء الله تنفذ عن قريب، وهي تنظيف منطقتنا من الاحتلال التركي ونرجع كل شخص يرجع لوطنه وعلى بيته.